يا مساء الفل عليكم يا احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جايلكم بقى النهارده في فيديو كده حماسي ونشاط للناس اللي هما بيبقوا كسلانين بعد الاكل بالليل. ده اوعي تسيبي مطبخك بالشكل ده وتكسلي تنضفيه قبل ما تنامي، او علشان تبقي ايه قاعده رايقه كده. بالليل ما وراكيش حاجه، تخلصي كل اللي وراكي وتقعدي تبقي رايقه بقى. وكمان علشان المطبخ ما يلمش حشرات، الجو حر بقى والحشرات بتتلم على اي ريحة اكل. وكمان علشان ما يطلعش ريحة وبواقي الاكل يطلع ريحة في الحر اللي احنا فيه ده. اتحديت الكسل وسميت بالله وجبت السلكة بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، وبعملها مربع زي كل مرة. بحب اعملها هنا وهنا. كنا عاملين الغدا بتاعنا مكرونة بشاميل، فكنت بحط ميه علشان البواقي اللي في الصينيه تبوش لحد لما اخلص المواعين كلها تكون الصينيه باشت، فهغسلها اخر حاجه. وبدأت بقى وكنت عامله عصير كركريه. كنت عامله كركريه، مش عارفه بيقولوا عليه كركريه ولا كركديه ولا عناب، يعني التلاتة. انا متهيألي التلاتة واحد، ولا انتم ايه رأيكم؟ مش عارفه. هما بيقولوا العناب ده حاجه تانية. انا كنت اللي هو الكركديه اللي هو الوردة الحمراء دي كنت غلياها ومصفياها في كوز كده في شفشق، حطيته في التلاجة يسقع، حليته بالسكر وحطيته. انا بحبه قوي قوي في الحر، وكمان علشان يدينا طاقة كده، يعني اي حاجة تبلي رقنا وخلاص. حطيته في التلاجة وكنت مسقعة بطيخ. فبعد كل ده قعدت وجبته بقى وايه ويدي له ادي. الجو حار والواحد اصلا ما بيبقاش شايف قدامه، بيقف قدام التلاجة يعني ممكن يقف ويفتحها ويقف ويقفلها تاني، يعني ياخد حبة طراوة. مين اللي بيعمل زي كده؟ واحنا بنغسل كده يا ولاد بقى ايه. دي اخر حلة. كانت الحلة اللي أنا كنت عاملة فيها البشاميل. واحنا بنغسل كده هقول لكم حصل لي ايه في السوق النهارده بقى. احنا لسه في اول البطيخ، والحر ده والجو ده عايز بطيخ ساقع، فقررت ان انا اشتري بطيخه. وانا عمري ما اشتريت بطيخ، لا اما بابا كان بيشتريها او السيد جوز هو اللي بيشتريها. فانا عملت فيها ام الفلاحيس وام العريف ورحت اشتريت بطيخه وما خليتش الراجل ينقيها وانا اللي نقيتها. فقلت بقى اللي هي كبيره وحلوه وبتلمع. كان جايب لي واحده بهتانه كده، قلت له لا دي شكلها بهتانه ومش عجباني، انا هاخد دي. فطلع اصلا المفروض كنت خليت الراجل هو اللي ينقيها عشان هو عارف فيها. اما لا، انا اللي نقيتها واخترتها واقتنعت بقى اللي هي هتبقى حمرا قوي بقى من اللمعان بتاعها وال... واللي انا منقياها وكبيره وحلوه بقى. وكنت فخوره من نفسي قوي اللي انا اشتريت بطيخه وواثقه منها قوي اللي هي هتطلع بقى مسكره وحمرا بقى. وقعدت اقول لهم سقفولي وشجعوني وانا بفتحها. بس وكستني في الاخر. انا مش عايزه اقول لكم اللي هي طلعت قرعه، لا هي طلعت بيضه. يعني بصراحه يعني طلعت بيضه، ملهاش طعم ولا لون. هي دي اللي بيقولوا عليها ملهاش طعم ولا لون، هي دي البطيخه بتاعتي. من الساعه دي بقى اللي انا قررت ان انا ما اشتريش بطيخ تاني ابدا، واللي ماليش فيه ما تحطش فيه او ما تدخلش فيه. وما تقوليش اللي انت ممكن تعرفي، لا، هو ممكن تعرفي وممكن ما تعرفيش، زي البطيخة بالظبط. ممكن تكون قرعة وممكن تطلع حمرا، يعني لا اما كده لا اما كده. فاحنا نختار نبعد عن الشر ونغني له. وهنا هنا بقى انا كنت خلصت المواعين واحنا بنحكي الحكاية، وخلصت كمان مسح الترابيزة وبمسح الحاجة اللي عليها ترابيزة المطبخ. بصراحة المواعين دي ما بتخلصش بصراحة، يعني يا دوبك المطبخ يتشطب والمواعين تخلص خالص ونلاقي كوباية شاي كده، معلقة كده، البراد بتاع الشاي عايز يتغسل، طبق كمان كان فيه فاكهة او حتة حلويات يترمى في الحوض. يعني اي حاجة في اي حاجة فهنلاقيها برضه. هنا بقى قلت اسيب الفرشة، لا لازم اخليه فل، اطلع من المطبخ يبقى فل. كنست المطبخ بقى، بدأت اكنسه كده، ومن تحت البوتاجاز بيبقى فيه بلاوي بقى، حاجات ويبقى كده احنا بتتدحرج، ممكن خلصنا الاقي المطبخ واحنا ليمونة، بنتكلم سوا. ممكن الاقي طماطمايه بتتدحرج، فبكسل اجيبها. فلما باجي اروق بقى بلاقيهم،
بس بلاقيهم يترموا للبط بقى. وهنا بقى جمعت كل الترابة اللي كانت تحت الفرشة بتاع المطبخ. عايزة يا ولاد والله اغير الفرشة بتاع المطبخ السجادة دي. عايزة اجيبها حاجة غامقة شوية وتكون نفس المقاس ده حلو. المطبخ بتاعي كبير فهجيب واحدة ان شاء الله. ادعولي اللي انا هجيب واحدة. هنا بوريكم بقى المطبخ بعد لما بقى فلة. والمواعين لا ما تتصدموش، هي المواعين كتير بس انا خلصتها الحمد لله. وهنا الترابيزه بقت فله والفرشه. ويا رب يكون الفيديو كده اداكم حماس ونشاط وتقوموا تخلصوا اللي وراكم. وما تنسوش بقى في اللايك والاشتراك. ومع السلامه يا حلوين.